السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير ومرحبا بكم في قناتي اذواق فرح. اليوم كما راكم تشوفوا جبت لكم تحليه خاصه لعشاق الليمون واللي يحبوا الحاجه الحامضه. راح نديروا مع بعض ان شاء الله تيراميسو الليمون. يجي بزاف بنين، قوام تاعو ولا اروع، ويعني ما يجيش فيه حموضه بزاف وما يجيش حلو بزاف، بنه ولا اروع. نتمنى تجربوها. شوفوا معايا القوام كيفاش جا. درتو شغل ايموس، ما حبيتش نديرو ثقيل بزاف، درتو كيما ايموس يجي ولا اروع في البنه. ما تشبعوش منه. نتمنى تجربوه وينال اعجابكم. ويلا نروح نشوفوا طريقه التحضير مع بعض. بسم الله. اول حاجه راح نوجدوها هي كريمه الليمون، يعني هذيك الطبقه الصفراء اللي شفتوها من الفوق. نحتاجوا فيها لهنايا 2 حبات بيض كاملين وزوج صفار تاع البيض، واذا كان البيض تاعكم صغير بزاف تقدروا ديروا حتى 3 تاع الصفار. ونزيد هنايا مبشور تاع حبه الليمون، ولكن هنا المبشور تاعكم حاولوا كي تبشروا ما تجيبوش معكم هذيك الطبقه البيضاء تاع الحبه تاع الليمون، هكذا باش ما تجيكمش الكريمه تاعكم مره. نزيد نص كاس سكر، تقدروا تروحوا حتى الكاس الا ربع، ولكن انا كما تعودتوا معايا دائما نحب ندير يعني السكر شويه نقص شويه. ونزيد كاس خليط ما بين العصير الليمون يكون مصفي والماء. واللي يحبوا الحموضيه بزاف تقدروا ديروا عصير ليمون كامل، يعني الكاس تاعكم يكون كامل عصير ليمون، ولكن لازم يكون مصفي، ما تجيبوش معكم هذيك لاكول راح تفسد لكم الطعم تاني. نخلطوا كلش بارد في بارد ونرفدوهم فوق النار. نقعدوا يعني نخلطوا هكاك باستمرار، ما نرفدوش يدنا على النار باش ما يطيبلناش هذاك البيض ويدير لنا تكتلات، باش الكريمه تاعنا تجي ليس وشابه وطعم تاعها يكون شباب. بعد ما طيب الكريمه تاعنا وتثقل، ما راحش تثقل لنا كيما لا كريم باتيسير، ولكن راح تثقل يعني القوام تاعها يكون شويه ثقيل. راح نرفدوها على النار ونضيف لها مغرفه كبيره تاع مارغرين تكون من نوعيه مليحه هكذا باش الكريمه تاعنا تجي بنينه وما يجيش فيها طعم ماشي شباب. نخلطوها هكذا غير بالحراره هذيك تاع الكريمه، راح تذوب هذيك المارغرين. ومن بعد نروحوا نجيبوا الصفايه ونجوزوا لاكريم تاعنا كامل في الصفايه هكذا باش نحوا هذوك يعني قشور الليمون، ونحوا اون سي جامي كاش تكتلات تاع البيض ولا، باش الكريمه تاعنا تجي شابه فوق التيراميسو تاعنا وما يجوش فيها شوائب. شوفوا كيما راكم تشوفوا، يعني مالغري زربت كي طيبت يعني لاكريم تاعي بصح كان شويه بياض البيض تكتل لي. بعد ما نكمل يعني نصفيها كامل، نغطيها بالبابي فيلم ونخليها في الثلاجه حتى كي وين تبرد. لهنايا نجوزو نحضروا كريمه التيراميسو اللي راح نحتاجوا فيها كاس تاع غبره الشونتيي مع كاس الا ربع تاع حليب يكون بارد، ونضيف لهنايا 2 علب تاع فروماج ريجيم يعني تاع الجبن الطازج. هنايا يعني حوالي كك 180 غرام هكذا، ولا تقدروا ديروا حتى 200 غرام الا حبيتوا تعوضوه بجبن طاري ولا بجبن الماسكاربون تقدروا ديروا حتى 200 غرام. لا وشنو لازم يكون تاني تبارد. ومن بعد نجيب الكريمه اللي كنت حضرتها ولازم تكون تاني بارده باش هكذا ما تطيحلناش الكريمه تاعنا. راح نضيف هنايا 3 مغارف من هذيك الكريمه، تقدروا ديروا غير 2 مغارف، ولكن انا درت هنايا 3. حبيت الحموضه تكون من في الكريمه يعني تاع التيراميسو وتكون في الكريمه تاع التزيين. بالباتور نطلع كامل الخليط ديالي حتى كي وين تحصلوا على ايموس. انا لهنايا حبيت ندير الكريمه تاعي شغل ايموس، ما حبيتهاش تكون ثقيله. نتوما تحبوا تطلعوها يعني تتماسك مليح كيما حبيتوا، ولا حبيتوا تكون يعني كي تناولوها تكون خفيفه ليجار كي تناولوها كيما لاموس، ديروا كيما درت انايا. غير بدات يعني كيما نقولوا هكذايا كيما راكم تشوفوا غير بدات تتماسك، حبست الباتور تاعي. واللي يحبوها تكون متماسكه مليح كملوا لها غير شويه راح تتماسك. لهنايا انايا راح تريسيتي وراني نصور في الظلمه، سي بور سا لا فيديو راهي هكذايا شويه مظلمه. نحي الاخر، نحي الباتور تاعي بجيه ونروح نجيب امبوش نعمر الكريمه ديالي هكذا باش تسهل عليا نعمرها في ليفيغين. نبدا نعمر في ليفيغين تاعي، واول طبقه راح نديروها هي البسكوي بودوار. هنا تحبوا تغطسوهم في السيرو، تحضروا السيرو يكون خفيف، كاس سكر وزوج كيسان تاع الماء مع طرونشه تاع القارص، ولكن انا نفضل ما نديرش هكذايا باسكو راح تجي حلوه بزاف يعني التحليه تاعكم. حبيت انا نغطسهم غير في الحليب وشنو غير دخلوهم رفدوهم باش ما يجيكمش كيما نقولوا شمخين بزاف، غير نحطوهم نعاودوا نرفدوهم وراح يزيدوا يتشمخوا بالكريمه تاعنا يجوا سوا، ما نخلوهمش يشربوا بزاف الحليب. نحط طبقه في كامل ليفيغين اللي راح نعمرهم. وانا لهنايا عمرت لي 8 تاع ليفيغين، عمرت لي هادو 6 كؤوس، وزدت عمرت 2 من ليفيغين اللي شويه كبار، يعني تقدروا ديروا بهاد الكؤوس حتى ل10 تاع التحليات. ونعاود نفس العمليه، نزيد ندير طبقه من البسكوي بودوار المشمخ في الحليب، ونزيد طبقه من الكريمه. وشنو كي نديروا الكريمه تاعنا ما تعمروش ليفيغين تاعكم كامل يعني حتى الفوق كامل، خلوا واحد 1 سنتيمتر هكذاك ولا نصف سنتيمتر شحال ما حبيتوا نتوما باش نديروا الطبقه الاخيره. كيما تقدروا ديروا يعني 3 مرات البسكوي بودوار. كيما هنايا انا غلط باسكو الكيسان تاعي غامقين، نورمالمون ندير 3 مرات بسكوي بودوار باش يجيني يعني القوام
متجانس، ما تجينيش كريمه بزاف، ولكن درت زوج مرات معليش. هنايا بعد ما بردت لي الكريمه تاعي نروح نجيب عطر الليمون، نضيف لها حوالي نصف مغرفه صغيره، نخلطها هكذايا مليح. تقدروا تخلطوا غير بالفوي كما تقدروا تخلطوا بالميكسور ولا بالباتور، ولكن هي تجي كما راكم تشوفوا تلقى روحها. تقدروا غير بالفوي تخلطوها. خلطها هكذا مليح باش يتعزز لنا الطعم تاع الليمون، وثاني تعطينا لون شويه فونسي باسكو الكريمه تاعنا تجي شويه كلاغ كي نطيبوها. نجيب ثاني اون بوش جو طابل هكذايا، نعمرها لداخل باش تسهل عليا نحط طبقه من الفوق باسكو راهي ليكيد كيما راكم تشوفوا، ونروح نحط طبقه فوق هادوك الليفيغين تاوعي. شوفوا قلت لكم لازم يقعد لكم شويه اسباس باش تحطوا هاد الكريمه، شوفوا كيما خليت انايا. زدت لهم كامل شويه من الكريمه تاع التيراميسو باش يطلع لي الحجم تاعهم، وحطيت طبقه من هاد الكريمه كيما راكم تشوفوا هكذايا. تجي بزاف بنينه هاد الكريمه، لازم تجربوها باش تعرفوا على واش راني نهضر. نكملوا كامل هكذا كيما راكم تشوفوا، والتزيين يكون اختياري، كل وحده تزين كيما حبت. انا حطيت لهم طرونشه تاع القارص مع هادوك الهليلات تاع رمضان. نتوما تقدروا تحطوا طرونشه تاع القارص، شويه تاع النعناع المبشور تاع الليمون تانيت كيما حبيتو زينوهم. وما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تجربوهم وينالوا اعجابكم. جاو بزاف بنان، قنبله في البنه. على بالكم سورتو كي تخلوهم يبردوا مده طويله، خلوهم حتى يعني 2 سوايع 3 سوايع يبردوا ويتماسكوا. شوفوا القوام تاعها كيفاش جا، ما جاش جامد بزاف وما جاش ليكيد بزاف، جات ولا اروع بزاف بنينه. ونديري موس راكم تاكلوا فيها بطعم الليمون. نبقى لي غنقول لكم ان شاء الله جربوهم وينالوا اعجابكم، والى فيديو جديد ان شاء الله، وسلام.